السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والرضا والعافية. اليوم بقول لكم قصة وفيها حقيقة جانب تربوي، وأنا والله من المواقف اللي تربيت يعني منها هالموقف اللي بقول لكم. يمكن قبل 15 سنة كان عندي إجازة وقررت إني أقضيها بالمدينة، المدينة النبوية. وطبعا وقت الصباح أكثر الناس ينامون، أنا ما تعودت إني أنام الصباح، فعادة أروح الضحى أجلس بالحرم، أصلي الظهر، أجلس شوي، ثم عاد أكمل برنامجي بالمدينة. يمكن ثاني يوم أو ثالث يوم لاحظت أنه في رجل يدخل من باب البقيع. باب البقيع يقابل باب السلام، يعني إذا دخلت تكون الحجرة الشريفة على يمينك. وأنا كنت طبعا بحكم أني أجي الضحى أجلس يعني الصف الأول أو الصف الثاني أحيانا. الرجل هذا من أصول أفغانية، لكن يبدو لي أنه من مواليد المدينة. يجي تقريبا 9:30، 10:45. يوم، يومين، 3 أيام لاحظت أنه من يوم يجي يبدأ يصلي إلين يجي وقت النهي قبيل الظهر، ثم يتوقف، ثم يصلي بعد الفريضة إلى تقريبا الساعة 1:30، 2. يوم بعد يوم، بعد يمكن 5 أيام 6 أيام حاولت أني يعني أتعرف عليه. لاحظت باليوم السادس أو السابع جاء كالعادة تقريبا 10:15، ثم كبر يصلي، وكان كبير في السن الرجل، يعني يمكن قريب من 75 سنة، ويحفزه النفس، فهو يقرأ تسمع أحيانا، يعني تعرف وين يقرأ. المهم أنه كبر بعد الفاتحة، سمعته يقرأ قول الله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. بداية الجزء 9. وبدأ يقرأ ويصلي إلين كعادته، يعني إلين قرب الأذان، ثم توقف، ثم صلينا الفريضة. كان يقرأ، صليت أنا جنبه مواصل من حفظه. فلما انتهت الصلاة أدى الراتبة وقام يصلي إلى الساعة 2. والله يا جماعة الخير، آخر ما قرأ أنا كنت جالس: بسم الله الرحمن الرحيم، طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. يعني بداية الجزء 20. شدني الفضول هذا، طبعا هو قرأ معناته 10 أجزاء. فسألته بعد يمكن 2 أو 3، قلت له: يا أبو محمد، أنا يعني أحيانا يكون لي كلمات مع الشباب ودي أستفيد. لزمت عليه، قلت له: في كم يوم تختم القرآن الكريم؟ تمنع، ويوم لزمت عليه قال: والله أختم في كل 3 أيام. ولو بهذا العجيب السؤال اللي بقول لكم هالحين. قلت له: منذ كم؟ لأنه أحيانا الواحد يتحمس مواسم معينة، ولا أحيانا يرتفع الإيمان، ممكن تختم 3 أيام عادي، مدة شهر، سنة. منذ كم يا أبو محمد؟ قال: منذ 45 سنة، وأنا أختم كل 3 أيام. والله يا جماعة الخير، يوم حسبته وإذا أكثر من 6000 ختمة. إحنا نقرأ أحيانا في سير السلف ونتعجب، وهذا موجود في زماننا وفي وقت الفتن ووقت الجوالات، يختم في كل 3 أيام. الله يعني يحيي قلوبنا بالقرآن. يعطيكم العافية.